الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون تكملة للفكرة بتاعة جدول اكلات الشهر. الفيديو اللي انا عملته قبل كده والحمد لله يعني نال اعجابكم. وكان في من ضمن الكومنتات على الفيديو ده بنوتة داخلة باكونت اسمه احمد ماهر. هي عروسة جديدة وقالت لي انا محتاجة تقولي لي في فيديو مخصوص عن اكلات نواشف، افكار لاكلات عشان اكتبها وراكي. وانا طبعا يا جميل ما اقدرش اتاخر عنك ابدا ولا طلب اي بنوته، علشان كده النهارده ان شاء الله هنتكلم في الفكره دي. رابط الفيديو بتاع الجدول بتاع اكلات الشهر هحطه لكم تحت. البنات اللي ما شافوهوش يشوفوه، ويسعدني جدا ويشرفني اني اسمع تعليقاتكم واقراها. بالنسبة للأكلات في الجدول، احنا طبعا كان في من ضمن الجدول بتاعنا أكلات اسمها نواشف. النواشف دي ممكن تكون لحوم وممكن تكون فراخ. فاحنا النهاردة هنستعرض مع بعض كده على السريع ايه هي الأفكار اللي ممكن نعملها في اليوم، في يوم زي ده، يعني يوم واحد. يعني مقصود بالنواشف انها مش أكلات طبيخ، مش أكلات تقليدية، يعني مثلا زي الطبيخ والرز والخضار والحاجات دي. نبتدي نشوف سوا مع بعض. لو بدأنا بأول يوم، بأول بند اللي هو اللحوم. ممكن النواشف بتاعتنا تكون لحوم. اللحوم دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون كبدة، والكبدة ليها أكتر من شكل تتعمل بيه. ممكن تبقى كبدة بانيه، ممكن تبقى كبدة بالردة، وممكن تكون كبدة اسكندراني. طبعا انت هتعملي حاجات جانبية جنب ده، بس انا بديكي مجرد فكرة. ممكن اللحوم تبقى شاورما، نعملها مع عيش تورتيلا، او ممكن تكون فتة شاورما سوري. بقت معروفة قوي في مصر فتة الشاورما السوري وطعمها رائع جدا. ممكن اليوم ده يبقى برجر، ممكن يكون كفتة، وممكن كمان يكون حواوشي، سواء حواوشي اسكندراني او حواوشي العادي اللي بيتعمل في البيت. ممكن تكون كلاوي، ممكن يبقى سجق بأي شكل من أشكاله. ممكن تبقى لحمة باردة أو لحمة مشوية، ممكن تبقى سكالوب. ممكن كمان في اليوم ده نعمل بيتزا لحوم، سوسيس او مفروم او بسطرمه او مشكل لحوم. ممكن نعمل بشاميل، صينيه مكرونه بالبشاميل. ممكن نعمل كوسه بالبشاميل. ممكن نعمل مسقعه بالبشاميل. ممكن نعمل كفته بطاطس محشيه لحمه عصاج. ممكن نعمل صينيه بطاطس بوريه، اللي هي بطاطس البيوريه المسلوقه والمهروسه، وفي النص فيها بطاطس، فيها لحمه عصاج. ممكن نعمل خرشوف محشي لحمه عصاج برضو، بيبقى طعمه حلو جدا، والوقت اللي احنا فيه ده اعتقد فيه خرشوف كويس. ممكن نعمل صينيه رقاق باللحمه المفرومه، ممكن نعمل صينيه جلاش. في اكلات كتيره جدا. وارد جدا اكون انا ناسيه وموقعه منها حاجات كتير، فانا بس استعرضت بعض الافكار، وطبعا اكيد كل واحده فينا عندها افكار تانية كتير. ودلوقتي معادنا مع فكرة، تاني فكرة من أفكار النواشف، هي ممكن تكون نواشف فراخ. وطبعا الفراخ ممكن نعمل بيها أفكار كتيرة جدا. والولاد دايما أعتقد بيحبوا الفراخ والحاجات اللي بتعمل منها الفراخ أكتر من اللحوم. ممكن عندنا نعمل بالفراخ بانيه، والبانيه ده ممكن يكون بانيه عادي بالبيض والبقسماط يعني محمر، وممكن يكون مشوي. بيتعمل مشوي، بس طبعا من غير بقسماط وبيض. بيبقى حلو جدا وصحي وخفيف جدا. ممكن نعمل بالفراخ كنتاكي، واعتقد وصفات كتيرة جدا متقدمة على اليوتيوب. اليوتيوبرز كتير مقدمين اكتر من فكرة، وكلهم سهلين جدا وفي متناول ايدينا. ممكن كمان نستغل أجنحة الدجاج ونعمل بيها أكلات، ممكن يتعمل بيها صواني، ممكن تتعمل كمان كنتاكي، بتعمل بيها أفكار حلوة قوي. ممكن نعمل الفراخ ناجتس، والحقيقة أنا ما بجيبش الناجتس من بره جاهز، أنا كمان بعمله لأولادي لأن ولادي بيحبوه جدا وبينفعني جدا في سندوتشات المدرسة. وإن شاء الله في مرة أنا مخصصة لكم فيديو نعمل بيه الفراخ الناجتس. ممكن نعمل شاورما فراخ ونعملها مع عيش تورتيلا زي اللحمة كده. ممكن كمان نعملها فتة شاورما سوري، بتتعمل برضو بالفراخ وبتبقى طعمة جدا. الكبد والقوانص احنا كمان ينفع نستغلهم جدا في اكلاتنا، ممكن نعملهم شاورما كبد وقوانص، وممكن نعملهم برام بالكبد والقوانص. سهلة جدا والولاد برضو بيحبوها. ممكن نعمل بالفراخ شيش طاووق، ونعمل بيتزا بالفراخ. ممكن نعمل حمام كداب بأوراق الفراخ. ممكن نعمل فراخ محشية بقى، فريك أو رز،
ممكن نعمل فراخ مشوية، ممكن الفراخ تتقطع وتتحط في صينية وليها تتبيلة كده بالبصل والطماطم وتدخل الفرن تستوي، بتبقى حلوة قوي. ممكن نعملها محشية، فراخ محشية بصل وطماطم. الفراخ ليها أشكال كتير جدا. دي كانت بعض الأفكار، وأكيد انتوا عندكم أفكار أكتر بكتير منها. ده يعني على سبيل المثال، يعني مش الحصر. وهناخد كمان يعني فاصل في النص ما بين الفكرة اللي جاية، عشان كمان هكتب لكم الأفكار دي وهقدمها على الفيديو بشكل مكتوب عشان اللي حابب ينقل. استنوني. آخر جزء من الأكلات واللي ممكن نحطها في جدولنا هي الأكلات الشعبي، ودي كتيرة جدا جدا. واعتقد ان احنا بنبدع في تقديمها الحقيقة. ممكن نستخدم العدس، سواء عدس الاصفر او العدس البني. واعتقد في السقعة بيبقى حلو قوي وبيدفي جدا، وبتبقى اكلة مطلوبة يعني العدس. ممكن نعمل مسقعة من غير لحوم. ممكن نستغل الفول والطعمية. الفول ليه اشكال كتيرة جدا يتقدم بيها. فول يعني بالزيت والكمون كده، وفي فول بالسجق، وفي فول بالبسطرمه، وفي فول بالبيض، وفي فول بالطحينه. في اشكال كتيره جدا، وفي فول بالطماطم. حاجات كتيره نقدر نعمل بيها اطباق فول مختلفه. البطاطس كمان نقدر نستغلها ونقدمها باكتر من شكل. ممكن تبقى بطاطس محمره جنب اي اكله. ممكن تبقى بطاطس سلطه، والسلطه بتتقدم يا اما بتتعمل يا اما بطاطس سلطه بالثوم، يا اما بتتعمل بالمايونيز. ممكن البطاطس كمان تتعمل صينيه من غير اي لحوم او فراخ، بتبقى حلوه كمان. ممكن نعمل كشري. وممكن نعمل كشري اسكندراني. الكشري الاسكندراني بيبقى عدس اصفر ورز بس، وبيتعمل معاه بيض مدحرج. ممكن نعمل بصاره. ممكن نستغل الجبنه القريش ونعمل بيها ونعمل بيها اكلات. ممكن تتعمل بالطماطم والخيار وممكن كمان تتعمل بالبيض. ممكن نعمل بيتزا من غير لحوم او فراخ، نعمل بيتزا مشكل جبن او نعمل بيتزا بالخضار. كمان الجلاش ينفع نعمل بيه صينيه، بيبقى حلو جدا بالجبن او بالخضار من غير لحوم خالص. ممكن نعمل صينيه مكرونه. المكرونه ينفع نستغلها، او الرز يتعمل جنبها خضار، او يتعمل الصينيه نفسها تتعمل بالخضار. ممكن نعمل شوربه خضار معاها لسان عصفور. الشورب في السقعه بتبقى مطلوبه جدا ومفيش منها اي مشاكل يعني. ممكن نعمل تورلي خضار، وانا كنت قدمته قبل كده في القناه. ممكن نعمل مشكل سوري محاشي. والمحاشي ليها افكار دلوقتي. الكرنب موجود. ورق عنب ينفع لو احنا مفرزنينه. ينفع كوسه، ينفع فلفل، ينفع بصل، ينفع طماطم اشكال، وينفع بتنجان. اشكال المحشي كتير جدا. لو حابه تقضي يوم خفيف ممكن تعملي يوم محاشي مفيش جنبه حاجه. القرنبيط كمان موجود دلوقتي، وهو ثمرة الحقيقة مفيدة جدا، وكله مضادات أكسدة مهمة قوي ولاد ياكلوه. وينفع يتقدم بأكتر من طريقة. ممكن تقدميه مقلي أو بانيه، أو ممكن يتعمل صينية بالبشاميل. أفكاره كتيرة جدا. أنا زي ما قلت لكم، أنا قدمت أكتر من فكرة على سبيل المثال مش الحصر. اتمنى اسمع تعليقاتكم تحت الفيديو. كمان الاكلات الشعبي هتنزل لكم بشكل مكتوب، عشان لو حابه تنقليها ممكن تثبتي الفيديو وتكتبيهم عندك. لو حابين تضيفوا لي افكار، انا يعني ارحب جدا بافكاركم وبطرقكم وباكلاتكم. بحبكم جدا. استناكم في فيديو جديد. انتوا كمان استنوني. باي باي.